أهلا بكم في نشرة مرور صباح يوم الاثنين، يوم ورشة عمل رسمية لأجهزة الدولة والقطاع الخاص، كثافات متوسطة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية، تمتد إلى كثافات ثقيلة في مناطق وسط المدينة وأمام مجمع الخدمات الحكومية اللي بتردد عليها السادة المواطنين بكثافة، وأيضا مناطق الأعمال وأبرزها شارع الهرم، وأيضا كذلك بالنسبة لمحور 90 الشمالي والتسعين الجنوبي. الطرق السريعة داخل القاهرة الكبرى تشهد كثافات ثقيلة أيضا، وأبرزها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى القادم من القاهرة اتجاه الجيزة. بعض المسطحات الأرضية تشهد كثافات مرورية عالية، أبرزها شارع الخليفة المأمون اتجاه نفق العباسية، وأيضا شارع لطفي السيد اتجاه ميدان رمسيس في القاهرة، وأيضا شارع مصر والسودان اتجاه ميدان القبة. أما بالجيزة فشارع الهرم اتجاه نفق الهرم، وشارع فيصل اتجاه كوبري فيصل المعدني، وشارع جامعة الدول العربية اتجاه مطلع كوبري 15 مايو، وأيضا شارع النيل اتجاه نفق ميدان الدقي. كل هذا وذاك تواجد أمني مروري مكثف منذ الصباح الباكر لملاحظة الحالة المرورية. غلق كلي لطريق غير اسكندرية الصحراوي في الساعات الأولى من الصباح الباكر نظرا للشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى مرحلة العتمة. سوء أحوال جوية مع كثافات متوسطة تصل إلى ثقيلة في مناطق الأعمال والمناطق التجارية والمناطق الدينية، وسط تواجد أمني بالتنسيق ما بين غرف العمليات والخدمات الميدانية في الشارع المصري.